درجة الحرارة 40. شو بدك تعملي لنا بهالشغلات؟ شو رأيك يا سوفي نعمل أطيب بوظة من البطيخ الأصفر؟ حبيت سوي اليوم طريقة البوظة بالبطيخ الأصفر أو بالشمام، شو بتسموه انتو؟ بداية بدنا نقطعها. تقريبا أخذت تلت البطيخة، قشرتها ونظفت البذر من قلبها. هلا بدنا نحتاج 3 معالق كريمة و3 معالق سكر وشوية حليب. بدنا نقطع البطيخ ونحطهم بالخلاط. جهزناهم هيك بهذا الشكل، حطيناهم ببريق الخلاط. رح نضيف عليهم شوية حليب، تقريبا قدر كاسة صغيرة. هلا بدنا نخلطهم بالخلاط وهيك بعد دقيقتين هيك ما شاء الله صاروا. هلا انا بحبها حلوة، انتو كمية السكر بتتحكموا فيها. هلا رح نضيف السكر ونخلطهم شوي. وبعد ما داب السكر اخر خطوة رح نحطها هي الكريمة، 3 معالق كريمة كبار. الكريمة اللي عم استعملها كريمة الشانتيل بودرة. بدنا نخلطهم 5 دقايق مع بعض. وهلا بعد ما مر عليهم 5 دقايق صاروا جاهزين، ما شاء الله صاروا جاهزين. هلا انا شو بدي اساوي؟ قطعت شوية بطيخ ناعمين ورح احطهم فوقهم وحركة خفيفة بالملعقة. جهزت علبة بلاستيك ورح ننزلهم بقلبها، و4 ساعات أقل شي بالفريزر. وزاد عندي كمية صغيرة رح نوزعهم بكاسات. وهلأ بدي اساوي نوع تاني من البوظة بالفريز، بس مو متوفر عندي الفريز. شو بدي استبدل بدل الفريز؟ بستبدل بالجيلي، جيلي بودرة جيلي. وهذا سكر الجيلي 3 معالق كبار، و4 معالق كريمة بودرة، و3 معالق سكر، وكاسة حليب. نفس الطريقة اللي اتبعناها. أول شي نجيب الخلاط، ببريق الخلاط رح نحط الحليب، كاسة الحليب، بعدها السكر، ورح نبدأ هلا نخلطهم. وبس داب السكر رح نضيف سكر الجيلي، وطبعا نخفقهم أقل شي دقيقتين. ما شاء الله دابوا صاروا جاهزين. هلا آخر خطوة بدنا نضيف الكريمة. بسم الله. 4 معالق كريمة عندي هون، لأنه البطيخ وقت خلطناه سميك شوي، الحليب ما في سماكة، فنحتاج ملعقة كريمة زيادة. نحطهم 5 دقايق. وبعد 5 دقايق صاروا جاهزين ما شاء الله. شوفوا القوام. رح ننزلهم بالعلبة. بسم الله. هيك صاروا جاهزين. وهلا على الفريزر أقل شي 4 ساعات. وهلا بعد ما مر 4 ساعات على البوظة بالفريزر، هلا بدنا نشوف نتيجتهم. ما شاء الله. هاد الفريز وهاد البطيخ. بسم الله رح نجرب. ما شاء الله. وهاد الفريز صار جاهز. هلا رح نجرب البطيخ.
وهيك ما شاء الله صاروا جاهزين. وهلا صار السوفة بده يدوق. يوسف طلب مني انه اضيف له عسل عليها، وهي ضفنا العسل. وبعد ما انتظرت 4 ساعات بدي دوق. بسم الله. خلينا أول شي نبدأ بالبطيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام شو طيبة. تسلم ايدك يا ماما على طعم البطيخ، وبدي دوق الفريز. صحة وهنا يا السوفة، يلا دوق. تستحق نستنى مشانها 4 ساعات. كتير طيبة. ان شاء الله الف صحة وهنا يا السوفة. عندك ماما، جربوها كتير طيبة وأطيب من تبع السوق. خلينا نسوي هيدي البوظة ترند.